انا جاي النهارده اتكلم في موضوع مهم جدا بيدمر حياة ناس كتير مننا من غير ما ناخد بالنا. خليني ابدا بخلفيه بسيطه. انا بحب العربي جدا، بحب اتكلم عربي، ولو ما بتكلمش عربي بقول مصطلحات عربيه كتير زي حبيبي، ان شاء الله، ما شاء الله. من هناك بقى نبدا القصه. السنه اللي فاتت كان معايا شخص طول السنه بحاول اتكلم معاه، دايما سامعني اتكلم. لا اذكر انه ابدا بدا معايا كلام، دايما كان بيرد على قد الكلام. ولا اذكر ابدا انه اتكلم مع اي حد في الفصل. طبعا بالنسبه لي كان الموضوع غريب، بس قلت خلاص حقه. اخر السنه حصلت المفاجاه لما عرفنا ان اسمه مصطفى. طبعا هتقول لي فين المفاجاه ان اسمه مصطفى؟ هقول لك المفاجاه انه عربي. فرحت على طول قلت له مصطفى انت بتتكلم عربي؟ قال لي اه. قلت له ما كلمتنيش عربي طول السنه ليه؟ قال لي ايه الفكره ان احنا نتكلم عربي؟ انت في امريكا. مصطفى وقع في الغلطه انه حاول يبقى في امريكا فياخد الشخصيه الامريكيه كامله، فوقع انه ما بقاش عربي ولا بقى امريكي، وقع في النص. هتقول لي يا فارس انت بتحكي لنا القصه دي ليه؟ هقول لك عشان تاخد بالك، دي حاجه بتقابلنا كل يوم، سواء على السوشيال ميديا فلوجرز، سواء مغنيين، ممثلين. بنشوف اللايف ستايل بتاعهم، بيعجبنا اللايف ستايل بتاعهم، فبنقرر ناخد اللايف ستايل ده، نعمل اللي هم بيعملوه، على الرغم ان ده مش هيخلينا زيهم ولا هيخلينا معانا فلوسهم، بس هيخلينا نعمل حاجه واحده بس، ان احنا نتنازل عن شخصيتنا، نتنازل عن كياننا، وفي الاخر عمرنا ما هنبقى اي حد غير نفسنا. خد الحلو من اي حد، سيب الوحش، ما تقلدش حد عمياني ابدا. اللي جاي خير. السلام عليكم.